ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. بعد ما عملت معاكم القرص الفلاحي الطرية، هنعمل النهاردة الرز المعمر الفلاحي الخطير ده. طعمه بجد وهم، ومن اكتر الحاجات اللي انا بحبها جدا وبحب اعملها على طول. هعمله معاكم النهاردة ان شاء الله، وهقولك على كل تكاته اللي هتخليه يطلع معاكي ناجح جدا من اول مرة. لو اول مرة تشوفوني، انا هاجر. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تعملوا لايك للفيديو. انا هعمل معاكم الرز المعمر النهاردة بالكبد والقوانص. ممكن يتعمل كده وممكن يتعمل سادة من غير حاجة خالص. المقادير اللي هنحتاجها لتحضير الرز المعمر بالكبد والقوانص: كوب ونص رز مغسول ومتصفي، معلقتين كبار قشطة، كوب من الحليب، كوب شوربة، معلقة كبيرة سمنة فلاحي، الكبد والقوانص، وملح وفلفل ورشة سكر. اول حاجة لازم نشوح الكبد والقوانص الاول. ما ينفعش نحطها في الرز وهي نية كده ابدا. في طاسة على النار هننزل بشوية من الزيت النباتي، واول ما تسخن هنبدأ ننزل الكبد والقوانص ونقلبها كويس لحد ما يتغير لونها كلها وتبدأ تتشوح معانا. طبعا الكبد لازم نكون غسلينها كويس جدا، وننقعها شوية في مية وخل وليمون. ده بيخلي اي زفارة تروح منها. اول ما نلاقي ان لونها اتغير كلها بالشكل ده كده، هننزل عليها برشة ملح ورشة فلفل اسود، ونقلبها ونسيبها على نار هادية شوية. عبال ما الكبد تستوي معانا، هندهن الطاجن الفخار اللي هنعمل فيه الرز، او الطاجن البايركس اللي متوفر عندكم تقدروا تستعملوه. بس بصراحة هو في الطاجن الفخار الطعم بيكون احلى شوية. يبقى هندهن الطاجن كله بالسمنة كويس جدا. ندهنه من كل النواحي علشان الرز ما يلزقش معانا. وده الحليب والشوربة ضفتهم على بعض، لازم يكونوا سخنين. ممكن تدخلوهم الميكروويف يسخنوا لو متوفر. لو مش متوفر حطوهم في اي حاجة وسخنوهم على النار. هزود على الحليب والشوربة السمنة الفلاحي اللي معانا، وهقلبها فيهم كويس جدا. طبعا هم سخنين فهيخلوا السمنة تسيح على طول. وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من السكر. رشة السكر دي بتفرق جدا في الطعم، فحطوها ما تنسوهاش. ونقلبهم بقى كلهم كويس جدا مع بعض ونخليهم على جنب دلوقتي. نجيب بقى البرام وننزل فيه بشوية من الرز الأول ونسويهم تحت بالشكل ده. يعني ممكن ربع الكمية اللي احنا هنستعملها. بعد كده هنبدأ نرص عليه الكبد والقوانص. ليه بقى بنعمل كده؟ مش بنحط مثلا الرز كله وبعدين نضيف عليه الكبد، عشان احنا بالشكل ده الكبد كلها هتبقى على الوش وهتنشف وهيبقى تحت فاضي. فلازم ان احنا نحط كمية من الرز وفوقيه الكبد، وبعدين نضيف باقي كمية الرز التانية، علشان الكبد كمان ما تتحرقش من فوق او تنشف خالص لو طلعت على الوش. فكده تمام، حطينا كمية الكبد اللي معانا. هنبدأ بقى نحط باقي كمية الرز كلها بالشكل ده. وبعد كده هننزل بالخليط اللي كنا مجهزينه من شوية بتاع الحليب والشوربة. ننزل كده على الرز بالراحة علشان الكبد متطلعش معانا لفوق، ولو طلع حاجة نبدأ ننزلها كده بظهر المعلقة، عشان زي ما قلنا متطلعش على الوش وتتحرق. مش تتحرق، هي هتنشف لان هي هتبقى فوق وهتاخد الحرارة كلها، فهتنشف من فوق، وده احنا مش عايزينه. عايزين الكبد تبقى في النص كده وتبقى طرية وحلوة. نقلب بالراحة كده الخليط اللي نزلناه مع الرز. وبعد كده هنبدأ نوزع القشطة على الوش. نوزعها كويس كده على كل السطح بتاع الرز علشان كله ياخد معانا لون حلو جدا.
وبكده يكون برام الرز المعمر جاهز معانا. هندخله فرن نكون مسخنينه لمدة 10 دقايق على درجة حرارة 180. هنحطه على الرف اللي تحت لمدة ربع ساعة، وبعد كده نطلعه على الرف اللي في النص لحد ما يحمر الوش بتاعه ويستوي. لو حبيتوا تشغلوا عليه الشواية في الاخر عادي مفيش اي مشكلة، بس هو في الغالب مش هيحتاج شواية وهياخد معاكوا لون كويس جدا من غيرها. بس برضو حسب الفرن بتاعكم، لو حسيتوا ان هو خلاص استوى والوش بتاعه محمرش قوي تقدروا تشغلوا الشواية وتتابعوه لحد ما ياخد لون تكونوا راضيين عنه. وده شكل الرز بعد ما طلعته من الفرن. شايفين واخد لون حلو جدا جدا ومحتاجش معايا شواية زي ما قلتلكم، هو اخد اللون ده بس كده من حرارة الفرن. تحفة جدا جدا جدا، وكفاية ريحته، بجد ريحته خطيرة، لازم تجربوه. بسيط جدا ومفهوش اي حاجة خالص، بس امشوا بنفس الخطوات اللي انا عملتها وبنفس التركات اللي قلتها وهيطلع معاكم ناجح جدا من اول مرة. بصوا كمان الرز من جوه شكله بجد حلو جدا ومفلفل، مش معجن خالص. طبعا احنا المقادير اللي قلناها لو حابين تضاعفوا الكميات عادي مفيش مشكلة، حسب عدد الافراد اللي هياكلوا تقدروا تضاعفوا كل الكميات. الكمية اللي انا عاملاها دي تقريبا تكفي فردين او 3، وبجد طعمه حلو جدا جدا جدا. جربوه على ضمانتي هيعجبكم. في حاجة كمان تركية كده صغيرة، ان احنا حطينا شوربة بدل ان احنا نحط مية مع اللبن. الشوربة بتفرق جدا في طعمه، فحاولوا ان انتوا تعملوه بالطريقة دي، ما تستبدلوش الشوربة بالمية لان هي بتفرق جدا في الطعم. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا كمان الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وهستنى رأيكم في الكومنتات. شكرا جدا ليكم والف هنا على قلبكم.